ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا نخلل مع بعض الخيار في 4 دقايق ونص. جبت الخيار وقطعته بالشكل ده، وهبتدي ان انا احط عليه ميه وهملحه تمليحه كويسه، وهحط عليه شويه كمون ورشه شطه كده تقدروا تستغنوا عنها، وشويه خل، وهخلي الميه مغطياه، واقلبه بقى، اديله تقليبه كده علشان التوابل كلها تدخل مع بعض. عايزه اقول لكم ان هو طعمه عامل زي الخيار اللي بنجيبه من محلات بره، بجد تحفه ونضيف جدا وسريع، بدل بقى ما تقعدي تخلليه وتسيبيه بقى في التلاجة يتخلل بالتلات 4 ايام، ده في 4 دقايق ونص هيتخلل، وبجد طعمه تحفه جدا. يلا بينا نشوف هنعمل فيه ايه. في الميكرويف بقى هدخله، وانا ظبطت التايمر في الاول على 3 دقايق بس. بعد ال3 دقايق حسيت ان ايه، يعني واحدة مستوية وواحدة ايه مش مستوية، فزودته دقيقة ونص كمان، فالتوتال نمبر بتاع التايمر كله على بعضه 4 دقايق ونص. هتاكلي خيار مخلل تحفة. بصوا، يعني متخيلين ان هو اتخلل في 4 دقايق ونص؟ بصوا شكله زي بتاع بره بالظبط. بجد انا ما كنتش مصدقه غير لما جربت. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. وزي ما انتم شايفين اهو مستوي، بدخل فيه المعلقه وخارج سخن اهو. هبتدي بقى ان انا اسيبه يهدى واحطه في علبه وناكله بالف هنا وشفا. بجد جميل وسهل وسريع، ينجزنا كده في العزومات لو ما فيش مخلل او سلطه. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا لي رايكم في الكومنتات. باي باي.